ثلاثة ديال المنتخبات ديال المغرب في التاريخ كانوا هما الأفضل والأقوى في تاريخ كأس العالم. شكون هما؟ وهما الجيل ديال 1986. هذا الجيل هذا اللي كان فيه التيمومي وكانوا فيه الظلمي والحداوي وزيد الدورة ديال مكسيكو سنة 1986 اللي حقق من خلالها المنتخب الوطني المغربي التأهل لأول مرة، أول دولة عربية وإفريقية كتأهل الدور الثاني من كأس العالم، وكانت فرحة عارمة لا توصف عند المغاربة والأفارقة. وثاني نسخة وهي سنة 1998 اللي كان فيها واحد الجيل اللي من أفضل الأجيال لو كانت مرت لولا واحد المؤامرة ديال البرازيل مع النرويج. سنة 1998 كان فيها مصطفى حجي، صلاح الدين باصير، عبد الجليل هدا كاماتشو، نور الدين نيبت، دريس بن زكري كحارس وزيد. وكنا ربحنا على اسكتلندا ب3-0، وتعادلنا مع النرويج ب2-2، خسرنا مع البرازيل ب3-0. ولكن مع ذلك أننا كنا قريبين باش غادي ندوزو لو أن النرويج تعادلت مع البرازيل، ولكن للأسف البرازيل ربحت على النرويج في مؤامرة تاريخية في كرة القدم. هادو هما جوج المنتخبات. أما المنتخب الثالث فهو المنتخب الوطني المغربي ديال وليد الركراكي جيل 2022 بقطر. هذا الجيل هذا اللي أبهر كل العالم بوصوله إلى دور المربع الذهبي ودور نصف النهاية، وفوزه على كبار المنتخبات العالمية بما فيهم البرتغال وإسبانيا وبلجيكا، والتعادل مع كرواتيا، والعديد من المفاجآت اللي حصدها لنا وليد الركراكي والجيل اللي كان معاه مكون من زياش وحكيمي وبونو والعديد يعني من اللاعبين. وأنت في التعليق غادي تخلي لي شكون هو المنتخب أو الجيل الأقوى في تاريخ كرة القدم المغربية.